اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو بتاع النهاردة هنعمل مع بعض القراقيش. عايزة أقول لكم هتبقى دايبة معاكم حاجة كده عسل، ماسكة نفسها، وفي نفس الوقت لما تيجي تقطميها تتقطم معاكي بسرعة. طعمها جميل جدا. كوباية اللبن تحتك أو كوباية الشاي، بصي هتدمنيها بجد، حاجة كده الله أكبر. زي ما احنا شايفين كده القطعة على حسب ايدي. تمام، انا عملت 2 كيلو دقيق، نسمي الله ونخش على الفيديو. ده الكيس ده 2 كيلو دقيق بالظبط. تمام. اه، اول حاجة هعملها هنخل الدقيق ده كويس جدا. اي دقيق بحب اعمله، بحب اللي انا انخله كويس اوي. 2 كيلو دقيق نخلناه، سمسم، خميرة، معلقتين سكر، ذرة ملح، باكت من البيكنج باودر، وكمان معايا ريحة البرتقال. تمام كده، دي المكونات اللي معايا هنا. السمنة، حطيت معايا هنا السمنة كوبين بس من السمنة، عليهم كوباية زيت. السمنة اللي معايا دي شممتها النار، حاجة بسيطة خالص 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 يا جماعة. يعني شايفين، شممتها النار سايحة في نفس الوقت، بس مش سايحة قوي. تمام، ما تخليش تسيح قوي. تمام، يعني هي على البارد وعلى الساخن في نفس الوقت. تمام كده. اول هبس كده الدقيق كويس بالسمنه، وبعد كده معايا هنا الشفشق اللي معايا ده ميه دافيه، فيه حوالي لتر، ده بيشير لتر وربع كده من الميه. تمام، الميه اللي انا هعجن بيها طبعا ما استخدمتش غير حوالي كده، يعملوا حوالي نص كوبايه، او نص ازازه كده من اللي هي اللتر ميه. تمام، خلاص بعد ما عجنتها كويس جدا، اخر حاجه بضيفها هي ريحه البرتقان دي. عايزه اقول لكم بتخلي اي ريحه المعجنات وطعمها في حته تانية خالص، بريحه البرتقان، ريحه الموز، اي حاجه انت حابه تضيفيها تضيفيها، بس انا بحب ريحه البرتقان، بتدي طعم جميل جدا في المعجنه. هنا كان بسم الله ما شاء الله العجينه كده اختمرت، بس للاسف في مقطع كده راح، كنت انا بلف كده العجينه رول على الصينيه دي، وبنقطعها كده بالسكينه، وبقطع الحواف من هنا ومن هنا وبظبطها. وبعد كده الصاج بحطه كده على الصاج يا جماعة، مش دهناه سمنة ولا زيت ولا اي حاجة خالص، كده على طول، لان الدقيق القرقش دي فيها سمنة كتير وزيت كتير، فما دهنتش صواني. اللهم بارك، 2 كيلو دقيق طلعوا لنا كمية بسم الله ما شاء الله حلوة جدا. تمام، زي ما احنا شايفين عملوا لنا حوالي كده إيه 6 7 صاجات كده. تمام، حاجة كده والله، عسل عسل عسل. تمام، زي ما احنا شايفين ودخلناهم الفرن. طبعا الفرن احنا بنستخدم الفرن الغاز اللي هو بتاع المخبوزات الكبير. تمام، عشان كده مش هقدر احدد لك النار، لان ده بيبقى فيه نار من الجوانب وبيبقى فيه نار من تحت ومن فوق. تمام، وزي ما احنا شايفين كده، جربوا بس طريقتي دي وان شاء الله هتعجبكم. طريقة سهلة وجميلة جدا. 2 كيلو دقيق طلعوا لنا كمية اللهم بارك. عليهم 5 معالق سمسم، خميرة فورية. الخميرة الفورية حطيت عليهم معلقة كبيرة ونص من الخميرة الفورية، بيكنج باودر ورشة ملح ومعلقتين من السكر، وبالهنا والشفا.